نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. وسط أجواء يسودها الارتياح وروح العائلة الواحدة، أنهى المنتخب المغربي ممثل الكرة العربية والإفريقية استعداداته للمباراة التاريخية التي ستجمعه بالمنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. التأهل التاريخي على حساب البرتغال في ربع النهائي أعطى جرعة معنوية عالية لأسود الأطلس، ولو أن المهمة هذه المرة ستكون أكثر صعوبة أمام رفاق كيليان مبابي، لكن المدرب وليد الركراكي لا يرى سقفا لطموحات الأسود في هذا المونديال. أريد تغيير هذه العقلية. قد تعتقدون أنني مجنون، لكننا نريد الوصول إلى نهائي كأس العالم، وأنا لا أقول هذا فقط، نريد أن نذهب إلى أبعد من ذلك. ولهذا السبب فإن لاعبي فريقي مستعدون لتقديم أفضل ما عندهم لتحقيق المفاجأة، كما فعلنا ضد بلجيكا وكرواتيا وإسبانيا والبرتغال. الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب المغربي في ملعب نادي الدحيل شهدت غياب المدافع نايف أجرد الذي لم يشارك في مواجهة البرتغال بعد إصابته خلال لقاء إسبانيا في ثمن النهائي. وفي حال عدم جاهزية أجرد فمن المتوقع أن يعيد الركراكي الاعتماد على جواد اليميق الذي عوضه في التشكيل الأساسي في لقاء البرتغال. من جهة أخرى تدرب كل من قائد أسود الأطلس رومان سايس إضافة إلى الثلاثي مزراوي وحكيمي ونصيري بشكل انفرادي.